مساء الفل. في الحلقات اللي فاتت عرفنا نجيب بيانات من السيرفر عن طريق ميثود get. بس هل ال API وظيفته بس انه يتفرج؟ اكيد لا. النهاردة هنتعلم ازاي احنا ندي السيرفر بيانات، ازاي نكريت حاجة جديدة. النهاردة هنتكلم عن البوست ريكوست. لو لسه ما شفتش الحلقات اللي فاتت يبقى فايتك كتير. بكل بساطة البوست عبارة عن ايه؟ مثال، تخيل ان الجت هو ان انت بتفتح صفحة الفيسبوك وتقرأ بوست. طب لو انت حبيت تكتب بوست جديد وتضغط نشر، هنا بنستخدم بوست. فهنا الفرق الجوهري ان الجت غالبا بتبعت طلب، غالبا بيكون فاضي، لكن البوست تبعت معاه شنطة فيها البيانات اللي انت عايز تسجلها، والشنطة دي في عالم ال API بنسميها البادي. زي ما هنا شايفين احنا فاتحين بوست مان، واتكلمنا عن الجت وازاي بيظهر لي كل الداتا وبعرف ان كله تمام من 200 اوكي. طب هنا البوست، هنا الكرييت. اهم حاجة هنا في البوست عندي وهي البادي، ودي الشنطة بتاعتنا اللي احنا بنغير فيها. ولو لاحظتوا ان طريقة الكتابة عبارة عن جيسون، يعني ده عبارة عن الكي وده عبارة عن الفاليو. انا هدخل تايتل، هيكون عبارة عن ايه؟ هدخل برايس، عبارة عن ايه؟ هو مستني مني البيانات دي. فاحنا ممكن بنغيرها بكل بساطة. يعني مثلا خلوني اغير معاكم التايتل اي حاجة، ضغطنا سند زي ما اتفقنا جاب لي 201 كرييتد، كده كله تمام ومية مية. طيب كده معناها ايه؟ السيرفر رد عليا ب201، ده الرقم السحري اللي بيقولك البيانات حصلها سيف. كمان السيرفر رجعلي الاي دي الجديد ورجعلي التايتل، كل الداتا اللي خاصة بالبرودكت اللي انا عملت له create. طيب لاحظين بقى معانا هنا، شفت هنا الهيدر؟ ايه اهم حاجة هنا لازم اتأكد منها؟ هي ان بيقولي ان التايب بتاعي جيسون، ده اهم طريقة للكتابة عشان يعرفها. طيب هيجي سؤال حالا، انا بعد ما عملت بوست او جت او جربت كل الميثود، انا ازاي بعمل تيست واعمل كل ده للاي بي اي؟ هقولك بكل بساطة في جوجل شيت زي المانيوال تيست، زي ما اتكلمنا بالظبط. انا بعمل وهنا بحدد النيم، انا كنت بشتغل على البرودكتس. لو لاحظنا هنلاقي ان هنا في حاجات كتير، في الكاتيجوري، في اليوزر، في الفايلز، في كل حاجة. فاحنا زي المانيوال بالظبط بنقسمهم كموديول، اشتغل حاجة حاجة، كل حاجة تبقى في بيج لوحدها، واظبط الاند بوينت. دي البرودكتس تبقى هنا شايفينها، دي الاند بوينت. ليه؟ انا ممكن اغيرها، ممكن اشيل الاس، ممكن اغير الاند بوينت عشان اشوف انت هتطلع لي ايه. فتمام، الميثود انا بستخدمها، انا بجرب الجيت، بجرب البوست، بجرب كل حاجة اقدر اعملها. ده الاول برودكتس. تمام، نفس الستبس. تفتح بوست مان، انا دخلت الميثود جيت، دخلت انتر سند. انا كنت مستني والله لما انا بدخل جيت ان يجيلي 200 اوكي كل حاجة تظهر. ده فعلا اللي حصل و as expected، فكان الستاتس كود 200 اوكي، فبالنسبة لي دي بوس ومفيش بج ريبورت. طيب امتى يبقى فيه؟ لما انا اقول له انا عايز ادخل بوست والاند بوينت زي ما هي، وجاب لي هنا الستاتس كود 405، قال لي الميثود not allowed. فانا قلت له اللي انا كنت متوقع ان هو لا. انا مثلا هفهمك، انا لما بدخل بوست ببقى مستنيه ان يجيلي البادي وان يجيلي اكتب فيه. طيب انا وانا في الجيت استخدمت البوست، ما هو ما ينفعش، انا ما ينفعش اجيب داتا بالبوست لو ده النظام اللي شغال عليه السيرفر. انا السيرفر بتاعي مسيستم ان البوست ما تجيبليش بيانات. مين اللي بيجيب بيانات؟ الجيت. طيب انا مستنيه يقول لي لا 405 ان الميثود دي نوت الاو، انت المفروض ما تستخدمش بوست عشان تجيب بيانات. لكن اللي كان بيظهر
500 ان في مشكلة في السيرفر. فدي بالنسبة لي كانت فيل، وكنا بنسجلها في باج ريبورت، وزي ما اتفقنا بالظبط وشرحناه في المانيوال تيست. تايتل، بيرمنت، الستبس، expected actual result، attachment، priority، severity، كل حاجة بالظبط زي المانيوال بالظبط. وبس كده، سلام.